هنصمم غلاف لكتاب مع بعض. كلنا شفنا الافتتاح بتاع المتحف الكبير، بس انا اكتر حاجه لفتت نظري هي قصه الطفل حسين عبد الرسول. وفكرت كده ليه القصه بتاعته ما تتحكيش في كتاب وتبقى موجهه للاطفال الكبار شويه اللي خلاص اوريدي بيعرفوا يقروا كويس. وبما اني رسامه مش بكتب، قررت ان انا ارسم واصمم غلاف الكتاب ده. في الاول بدات بسام نيلز. اول فكره جات لي واكتر واحده كليشيه ومش ظابطه هي ان انا احط صوره الطفل حسين عبد الرسول ووراه سيلوات لقناع توت عنخ امون. الفكرة اللي جات لي بعديها ان انا اجيب الطفل حسين عبد الرسول بالبروفايل بتاعه، وبعدين قلت طب اخليه بالبروفايل بتاعه والناحية التانية بروفايل بتاع توت عنخ امون. بعدين افتكرت هي مش القصة الناجحة بيكون فيها شرير، واحنا عندنا شرير مناسب. قلت خلاص يبقى البروفايل بتاع الطفل حسين عبد الرسول مع البروفايل بتاع كارتر. بعدين حسيت لا، انا مش عايزة ادي الشرير الاهتمام ده كله. قلت طيب ما نخلي السيلوات بتاع توت عنخ امون من ورا، يبقى الطفل حسين عبد الرسول كانه في مغامره واقف ماسك لمبه منوره كانه بيدور على حاجه. برضو ما حسيتش ان الفوكس على الطفل نفسه. قررت في الاخر ان انا هرسم طفل حسين عبد الرسول بالظبط في النص بشكل سيمتري، والقلاده بتاعته باينه، ويبقى هو ده الفوكس الوحيد اللي في الغلاف. حسيت لا، ده مش ستايلي، انا لازم ادخل حاجه كده في النص. اخترت من بين ال8 سامنيلز دول سكتشين، وهم دول اللي انا هرسمهم وهختار منهم. اخترت ان انا ارسم السامنيل بتاع الطفل حسين عبد الرسول وهو بالبروفايل بتاعه، وهقسم الغلاف ل3 تلات. التلت الاولاني وشه فيه واضح، التلت التاني هحط فيه الاسم بتاعه، التلت التالت هحط مشهد التابوت بتاع توت عنخ امون. وهعمل نفس الحاجه في السامنيل التاني اللي هو جايب لي وشه سيمتري، بس قلت خلي المشهد جوه القلاده بتاعته. بعد ما رسمت كل حاجه قلت اجرب الالوان، والالوان هي اللي هتخليني في الاخر اقرر انهي واحد اللي هختار. ورسيت على الاتنين دول، بس تفتكروا هلون انهي واحد فيهم؟ تقولوا لي في الكومنتات انهي واحد اللي عجبكم اكتر، واستنوا الفيديو الجاي عشان تعرفوا عملت ايه في الالوان.